في حياتنا ساعات كتير بنخطط لحاجة والظروف بتبوظ كل الخطط اللي احنا خططناها دي، ولو انت مش عامل حسابك في بلان بي هتقع. في البرمجة الموضوع ده بيحصل حرفيا كل مرة وكل يوم. الكود بتاعك بيبقى ماشي في امان الله وفجأة يجي اليوزر يكتب حاجة غريبة او البرنامج مش متوقعها، والنتيجة اللي بتطلع هي الشاشة الحمراء او التريس باك اللي احنا ما بنشوفش غيرها اصلا. التريس باك هي مش مجرد رسالة خطأ بتطلع لك وخلاص، ده معناها ان البرنامج بتاعك ده مات ووقف عن العمل تماما. كمبرمج انت مش وظيفتك ان انت تكتب كود شغال وبس، وظيفتك انك تكتب كود ذكي يعرف يتصرف لو اي حاجة حصلت، يعرف يرد عليها بالحاجة الصح. النهاردة هنتعلم ازاي نأمن الكود بتاعنا من ان هو يخرب او ان اليوزر يعمل حاجة غلط تبوظ البرنامج، وانت تكون عامل له الخطة او البلان بي. هنستخدم حاجة النهاردة اسمها التراي واكسبت. جاهز؟ يلا بينا. تعالوا نشوف المشكلة بتحصل ازاي الأول. تخيل إننا بنعمل برنامج بسيط هيطلب من المستخدم يدخل رقم، وبعدين البرنامج ده هيحول الرقم لإنتجر، رقم صحيح يعني. هنيجي مثلا نكتب يوزر input وهندخل input، هناخد من المستخدم وهنقول له enter a number، وطبعا هنعمل كولون ونسيب مسافة، وبعدها نكتب مثلا number بيساوي integer، الفانكشن بتاعت integer، وإن احنا هنخلي الرقم أو النص اللي هيطلع من هنا احنا عايزين نحوله الرقم، وهنكتب يوزر input. كده احنا عملنا ايه؟ خليناه ياخد من اليوزر رقم، فهو طبعا علشان هي input فهتبقى نص، فاحنا هنحولها لرقم عدد صحيح، وبعدها print هنكتب مثلا greet your number is، وهنطلع بره النص وهنعمل كوما ونكتب اسم الانتجر بتاعنا. لو جينا ندوس رن وكتبنا مثلا 10، هيقول لك greet your number is، ده مكتوبه غلط. جينا ندوس رن نكتب مثلا اي رقم greet your number is 1 2 3. طول ما المستخدم عاقل وبيدخل رقم زي 5 10 100 اي رقم الدنيا تمام، لكن لو المستخدم جينا مثلا هنا وكتبنا 10، اللي حصل طلعت لك التريس باك. شايف الكلام ده بقى كله؟ البايثون هنا اتصدم، هو مش عارف يعمل ايه. هيحول كلمة 10 اللي هي نص هيحولها ازاي لرقم؟ فهيعمل ايه؟ هينتحر وهيقفل البرنامج على طول. السطر الاخير بتاع برنت ما تنفذش اصلا لان البرنامج في السطر التاني مات. هو هنا بيقول لك اهو السطر التاني هنا هو اللي فيه المشكلة. طيب هو ده لو برنامج حقيقي في شركة او تطبيق موبايل محترم والبرنامج قفل في وش المستخدم بالشكل ده، دي اكيد كارثة وهتبينك انت كمبرمج مش محترف. احنا محتاجين طريقة نخلي بيها بايثون ان احنا نقول له يا بايثون النص اللي دخلك ده حوله رقم، ولو ما عرفتش ما تعيش بقى في دور الدراما وتقفل البرنامج وكده، ونفذ البلان بي اللي احنا حاطينها. الحل في كلمتين اهم من بعض. الكلمتين دول اسمهم try واكسبت. تعالوا نركب الامان بتاعنا اللي احنا المفروض بنعمله في السطر اللي احنا متأكدين ان السطر ده هو اللي عامل المشكلة، والسطر اللي عامل المشكلة عندنا احنا عارفين اللي هو بتاع الانت ديت. هنيجي قبل السطر بتاعنا ونعمل مسافة ونكتب try ونعمل كولون، وطبعا طالما كولون يبقى لازم نعمل اندنتيشن يعني تاب. هندوس تاب وهنيجي هنا وندوس تاب. كده احنا عملنا تراي. هننزل تحت ونكتب اكسبت ونعمل كولون ونكتب print. ان لو ده ما حصلش هنكتب مثلا hey this is not a number. تعالى بقى نترجم اللي احنا كتبناه ده بلغة البشر كأننا بنتكلم مع عيل صغير. يا بايثون تراي جرب تنفذ الكود ده، لو نجح حلو قوي ما تعملش اي حاجة وتجاهل كل اللي جوه اكسبت. فانا مثلا هدخل 10، هل العشرة رقم هل العشرة هتتحول لرقم؟ فهيطلع عادي جدا.
طب لو انا دخلت حاجه غير الرقم هيقول لك ايه ده مش رقم. لو حصلت مشكله والسطر ده غلط ما تعملش ايرور، سيبك من اللي حصل هنا وخش على طول على اكسبت ونفذ اللي جواها. تعال نشغل ونكتب مثلا 10، يقول لك great your number is 10. لو انا شغلت تاني وكتبت مثلا 10 hey this is not a number، البرنامج ما قفلش، البرنامج فعلا نفذ عملية والبرنامج كمل شغله عادي وما قفلش. كده انت سيطرت على البرنامج ان هو ما يقفلش منك ويبوظ. ولو حد يستسكى عليا ويقول لي طب يا ضياء ما احنا ممكن نحط البرنامج بتاعنا كله في تراي واكسبت، هقول لك شاطر، بس انت عندك مشكلة ان انت لو طلع لك ايرور انت مش عارف الايرور موجود فين، لان الكود هيبقى كبير جدا وانت عامل فيه كله تراي واكسبت. فلما تيجي مشكله في النص انت مش عارف ان المشكله دي هتبقى موجوده في انهي حته بالظبط، لان الكود كبير. احنا بنستخدم تراي واكسبت في السطور اللي احنا شاكين ان المستخدم لو غلط هتعمل مشكله، زي مثلا الانبوت بتاعت الحركات المستخدم، او ان احنا نطلب حاجه من المستخدم، وحاجه تانية قدام ان احنا ناخد اسماء الملفات. في رحلتك ان انت تكون مبرمج محترف هتقابل ايرورز كتيره جدا، وهتقابل صفحه التريس باك دي كتيره جدا. التريس باك شيء شخصي بيحسسك انك غلطت، بس الفرق ما بين المبتدئ والمحترف هو ان المحترف بيعرف يتصرف ويعرف يحل التريس باك دي ايه، ويبحث ويعرف ايه المشكله دي ويحلها. التراي واكسبت مش مجرد حاجه اوبشنال ان انت اختياري تعملها في الكود، دي عقليه انك تكون جاهز لأسوأ الظروف اللي ممكن تحصل في الكود بتاعك، علشان لما يحصل يكون عندك بلان بي وتعرف تتصرف في المواقف اللي زي دي. طبق الكود ده بايدك وجرب تغلط وتعمد ان انت يطلع لك التريس باك، وتبحث وتتعلم وتشوف ازاي تعرف تصلحه، لان دي هي الطريقه الوحيده اللي انت تتعلم بيها برمجه. وبس، انا عبد الرحمن ضياء، وده كان شرح التراي واكسبت تراست ذا بروسيس، واشوفكم في الفيديو الجاي.